شركة النيل ما بتهزرش. السنة اللي فاتت جيت هنا في شريط الأبراج السياحية في الصف الأول في منطقة الداون تاون داخل العاصمة، ونقلت لحضراتكم بداية إنشاءات 31 نورث اللي موجود في ظهري دلوقتي، وده بيبين لحضراتكم مدى اهتمام المطور بكل مشروعاته، وإن شركة النيل تشتغل بمعدل سرعة في الإنشاءات كبير جدا عشان تسلم في مواعيدها. ده المشروع الأول 31 نورث، العملاء اللي اشترت فيه كسبت مكاسب كبيرة جدا، والعملاء دي النهاردة في غاية السعادة. ودايما أنزل وأوضح وأشرح لكل المستثمرين، سواء حضرتك مصري أو أجنبي موجود داخل مصر أو خارج مصر، بنقل لك حجم الإنشاءات في كل مشروعات شركة النيل. ده نايل بيزنس سيتي، شركة المقاولين العرب استلمت أرض المشروع وشغالين في المشروع ليل ونهار، وبدي فرصة للعميل زي العميل اللي كسب في 31 نورث. النهارده سعر المتر في 31 نورث وصل ل 170 و180 ألف في الإداري. بدي فرصة لحضرتك إنك تكسب بشكل أكبر، بشكل كبير جدا وبلا منافس، في أكبر مدينة رأسية موجودة في أفريقيا في نايل بيزنس سيتي. نقدر من أول 130 ألف في الإداري، ونقدر من أول 350 ألف في التجاري. تقدر بمقدم من أول 800 ألف، وبنقسط الباقي على 6 سنين و7 سنين و8 سنين، ويبقى عندك استثمار ليك ولأولادك في خلال 4 سنين من النهارده هيبقى بلا منافس، وهيبقى أغلى سعر متر في الإداري والتجاري والفندقي في مصر وفي أفريقيا كلها. السنة الجاية إن شاء الله هنزل وأصور وأوضح لحضرتك الإنشاءات هتوصل لفين، وإن شركة النيل شغالة بمعدل سريع جدا في الإنشاءات، وبتجيب أكبر الشركات هي اللي تبني، وأكبر الاستشاريين هم اللي بيصمموا، وفعلا فلوس العملاء بتتحط في الإنشاءات. سيب رقم تليفونك، أكبر فريق مبيعات موجود في السوق المصري هيتواصل مع حضرتك ويشرح ويوضح الفرق ما بين كل المشروعات اللي موجودة في شريط الأبراج السياحية اللي موجودة في منطقة الداون تاون داخل العاصمة. ودايما أقول إن الأبراج السياحية هي النقطة الفاصلة من بين كل المشاريع اللي موجودة داخل العاصمة. استثمارك في الأبراج هيبقى أقوى وأسرع، وهتكسب فيه مكاسب كبيرة جدا، بس مش عند كل المطورين، عند المطورين اللي بيحترموا العملاء. أتمنى دايما إن أنا أكون عند حسن ظنكم، وأنزل باستمرار وأوضح لكل المستثمرين اللي مهتمين بالاستثمار داخل العاصمة، اللي هتكون من أهم المدن اللي موجودة في الشرق الأوسط. شكرا جدا لكم.